السلام عليكم. الفيديو ده هيبقى غريب شويه لناس كتير. المفروض دلوقتي تسمع ايه؟ تسمع واحد بيحفزك انك تاخد الكورس بتاعه، تسمع واحد بيقول لك قد ايه هو بيعمل ملايين من الدروب شيبينج او ازاي تعمل براند اونلاين، تسمع واحد بيتكلم معاك انك لازم تبدا حالا وهو ده الوقت بتاعك، ويقعد يحفز فيك او يحفز فيكي لحد ما تشتري الكورس فعلا وفص ملح وداب. عشان كده الفيديو ده هيبقى غريب. الفيديو ده هو اول فيديو هتشوفوه قبل ما تشتروا الكورس، يعني محدش يفكر ان هو يشتري الكورس ده غير لما يشوف الفيديو ده لكذا سبب. البيزنس اللي انا بتكلم عليه بيزنس الدروب شيبينج او انك تعمل براند اونلاين ليه كرايتيريا كتير جدا. يعني ايه؟ يعني هو فعلا مشروع زي مشاريع تانية كتير. هل ينفع مثلا تعمل سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وانت اقل من 16 سنه؟ او انك تطلع رخصه وانت اقل من 12؟ مستحيل. وانا اخر حاجه عايز اعملها اني اكون بضحك على اللي قدامي واكون بفهمه انك لازم تاخد الكورس وخلاص عشان تعمل ملايين دولارات. مش ده الكلام اللي عايز اقوله. اللي انا عايز اقوله دلوقتي مشروع الدروب شيبينج او ازاي تعمل بيزنس اونلاين هو حقيقي 100%، بس زي ما انا قلت دلوقتي في ريكوايرمنتس معينه، يعني في حاجات لازم تبقى موجوده عشان تعرف تبدا البيزنس ده. فهو محتاج راس مال وهو محتاج مجهود ومحتاج وقت، واللي اقدر اضمنه لو انت اديت له الثلاثه دول واديت المايند سيت كله او اديتي المايند سيت كله للمشروع ده 100% ربنا هيوفقكم فيه، لان هو فعلا مشروع زي اي مشروع، وفي الاخر بتحط فيه مجهود ووقت وبتصبر عليه وبتشتغل فيه صح زي ما انا بقول بالظبط في الكورس، وبتقدر في الاخر تلاقي نتيجه. طيب ايه هي الحاجات اللي مطلوبه قبل ما تاخد الكورس، او ايه الحاجات اللي لازم الناس تبقى عندها؟ اول حاجه جواز سفر ويكون فيه العنوان بتاعك، ودي حاجه من الحاجات الاساسيه عشان تعرف تعمل مشروع في الدروب شيبينج. تاني حاجه لازم يكون فيه بانك ستيتمنت او فاتوره غاز، فاتوره كهرباء، اي فاتوره بس مش تليفون موجود فيها نفس العنوان اللي موجود في الباسبور. لان لما نيجي نعمل الشركه بتاعتنا عشان نعمل اكونت على سترايب اللي هي بوابه الدفع اللي هي في الاخر هتقدر انها تجيب الفلوس بالدولار، كل دي حاجات انا شارحها بالتفصيل في الكورس. ولو عايز تفهم اكتر عن الموضوع اكيد هتلاقي فيديوز كتير على اليوتيوب، بس الكورس بيشرحه بطريقه اكستنسيف جدا وبيشرحه بطريقه ديتيلد جدا 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 عشان يخليك مش محتاج تطلع بره ومش محتاج تبص على اي حاجه تانية، ومترتب الترتيب الصح اللي يخليك تبدا البيزنس بطريقه مظبوطه. بس للاسف زي اي مشروع تاني ليه متطلبات، وزي ما انا قلت لازم يكون في باسبور، ولازم عنوان الباسبور ده يبقى فيه حساب بنكي او فاتوره غاز او فاتوره كهرباء، لازم يكون فيه نفس العنوان اللي موجود في الباسبور. بجواز السفر وبالكريدت كارد اللي هي موجوده معاك لان في حساب بنك، تقدر ساعتها تشتري رقم التليفون الخارجي اللي هو هيبقى رقم تليفون انجليزي. نقدر ساعتها نشتري الشركه بتاعتنا البريطانيه اللي هقول لكم طبعا بالتفاصيل ازاي جوه الكورس، عشان يقدر يبقى عندنا حساب على سترايب اللي هي بوابه الدفع اللي هتتيح للناس ان هم يشتروا بالدولار. طبعا في الكورس هتلاقوني شرحت موضوع وايز والبنك بتاع وايز، لان ساعتها وايز كان متاح للمصريين، بس بعد قرارات البنك المركزي اللي هو موقف التعاملات مع الكروت البريبيد او كروت الدفع المقدم، ساعتها بقى صعب شويه ان احنا نعمل اكونت على وايز. حاجه كمان محتاج ان انت تكون موجوده معاك وهو اثبات دخل. احيانا الشركه بيطلبوا في اوقات كتير او باي بال بيطلب اثبات الدخل، يعني اثبت لي ايه هو الدخل اللي عندك عشان تقدر انك توفر فلوس للمشروع اللي انت بتعمله، لان هو تاني هو مشروع زيه زي اي مشروع تاني. في الاخر بعد كل الكلام ده انا مش بحاول اعقدها عليكم، انا بحاول اقول لكم المتطلبات عشان محدش يشتري الكورس وفي الاخر يلاقي نفسه اشترى حاجه برقم بالنسبه له ممكن يبقى صغير او ممكن يبقى كبير، بس انا ما اقدرش ان انا اخد جنيه وفي الاخر يبقى الموضوع انت بتدفع حاجه وما عندكش الريكوايرمنتس دي. عشان كده كان لازم المصداقيه ان انا اقولها قبل ما تفكر تشتري الكورس. طيب بعد ما قلت المتطلبات والريكوايرمنتس، خليني اقول لكم بقى لو انت اخدت الكورس ده ايه اللي هيحصل بالظبط. اول حاجه الكورس ده هو فيه 7 موديولز، واول موديول هو بالنسبه لي من اهم الموديولز لانه بيتكلم على المايند سيت. يعني ايه؟ يعني انا بقول لك لو انتوا فعلا ركزتوا في الكلام اللي انا هقوله واخدتوا الكورس وبداتوا ان انتوا فعلا تفكروا قد ايه الموضوع ده فعلا ممكن ينجح البني ادم وقد ايه ممكن يوصله للحلم اللي هو عايزه، هتلاقوا كل حاجه موجوده جوه الكورس مش تطلعوا براها. بمعنى ايه؟ الكورس كله سبورتنج دوكيومنتس وكله لينكس، انت مش محتاج تطلع بره عشان تجيب اللينك عشان تحاول حاجه تساعدك تعمل بيها حاجه تانية. الكورس انا بشرح فيه كل حاجه ريليتد للدروب شيبينج او ازاي تعمل براند وتبيعه اونلاين، ازاي يبقى عندك مخازن في امريكا،
ازاي تقدر انك تعلن عن المنتج بتاعك، ازاي تفرق نفسك وبين مليون واحد في الكومبيتيشن، ازاي يبقى عندك برودكت بيج فعلا محترمه، ازاي يبقى عندك براند تبيعه في امريكا وتبيعه في اوروبا وفي انجلترا وفي اي حته في العالم وتكسب بالدولار، وتقدر فعلا تعمل اعلانات تفرقك عن غيرك. الكورس ده معمول بعد 5 سنين من فشل ومن نجاح وكورسز كتير جدا خدتها، وعشان كده كنت حابب ان انا في الوطن العربي اضيف الكورس ده، لان هو فعلا مختلف عن اي كورس تاني انت ممكن تكون خدته عن الدروب شيبينج. الكورس فيه كل السبورتنج دوكيومنتس من ناحيه الاكسل فايلز، بمعنى ايه؟ ان انت هتلاقي عندك كذا اكسل فايل، مش محتاج تعمل اي حاجه غير انك تزود البرودكتس اللي انت بتحاول تدور عليها، غير انك تلاقي السبلايرز، غير انك تقدر تشوف هوقف الفيسبوك بلان او الفيسبوك اد ده امتى وهكمل الفيسبوك اد ده امتى، لانه طبيعي لو اعلان بيخسر لازم يقف. لو برودكت عايز تعرف هو ممكن يكسبك قد ايه، في سبورتنج دوكيومنت او في اكسل فايل، مجرد ما بتدخل بس الكوست وتدخل لينكس معينه بيطلع لك على طول البروفيت بتاعتك، وبتعرف انت كسبان كام من كل برودكت فيهم. كل حاجه انت عايز تعرفها او عايز ان انت تسال عليها او تفهمها موجوده في الكورس ده في ال7 موديولز، وتقدر تشوف كمان فيديو من ال7 موديولز في الديسكريبشنز اللي موجوده في الويب سايت، هتقدر تعرف كل موديول بيتكلم عن ايه بالظبط. الكورس ده فعلا ممكن ياخدك من مكان ويوديك في المكان اللي انت فعلا عايزه او يحقق لك حلمك، لان هو فعلا بناء بزنس اونلاين وتكسب فلوس بالدولار، بالذات في الفتره اللي احنا فيها دي، هو من اهم الحاجات اللي احنا كلنا محتاجين ان احنا نخش فيها. وتاني انا حبيت ادي المقدمه اللي في الاول مش عشان اخوفك او اخوفك، انا حبيت ادي المقدمه دي عشان هيبقى حرام عليا ان انا اقول لك خد الكورس وادفع، انا بعمل ملايين، بص على مش عارف ايه، بص العربيه دي، زي ما ناس كتير جدا بتعمل بدون ذكر اسماء طبعا. بس انا حبيت اقول لك للمصداقيه انت محتاج يبقى معاك ايه فعلا عشان تبدا مشروع زي ده. ولو الحاجات دي فعلا معاك وحبيت الفكره وحبيت الموضوع، الكورس ده هيخليك في مكان مختلف تماما. يعني هتتكلم كلام معظم الناس اللي حواليك مش هيفهموا، هتشتغل في شغل معظم الناس مش هتعرفه ومش هتفهمه قوي، وهتشتغل من اي مكان. وزي ما انا قلت كتير، مش محتاج غير لابتوب واي فاي. اكسبيرينس مش محتاج ان انت او انت يبقى عندك خبره في اي حاجه، كل حاجه محتاج تعرفها او محتاجه تعرفيها عشان تبني البراند بتاعك اونلاين هتعرفوها في الكورس ده. مش هطول عليكم اكتر من كده. لو حابب تبدا المشروع بتاعك اونلاين او حابه تبداي مشروعك او البيزنس او البراند بتاعك اونلاين، سواء ميك اب، سبورتس، هدوم، حاجه ليها علاقه بالاطفال، حاجه ليها علاقه باي كاتيجوري انت عايزها او انت عايزاها، البدايه الصح هتبقى هنا.